عليه. بحسب وزير المالية أن الحكومة صوتت على قانون الموازنة بصورته اللي سربت قبل أيام، وبحسب رئيس الوزراء قال: اطمئنوا لا تصدقوا الأكاذيب، وأنه مسودة الموازنة أو مسودة الموازنة لا يوجد فيها مساس للفقراء. ما موقفكم أنتم كلجنة معنية بذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك سيدتي الكريمة وأحيي مشاهديك الكرام. حقيقة النسخة اللي تم تسريبها مطابقة 90% إلى النسخة التي تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء. بالتالي هناك بعض التعديلات أجريت خلال المناقشات والمباحثات في مجلس الوزراء، لكن تم التصديق عليها ويمكن إرسال المشروع إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة، وحينما يكون جاهزا في مجلس النواب يتم قراءته القراءة الأولى، ثم يسند إلى اللجان المعنية، ومنها اللجنة المالية باعتبارها اللجنة الأساسية واللجنة القانونية باعتبار اللجنة المساندة. أي النقاط التي سترفضونها في قانون الموازنة؟ لحد الآن لم نطلع على النسخة الرسمية، لكن المساس برواتب الموظفين تعتبر خط أحمر بالنسبة للجنة المالية وأعضاء اللجنة المالية. لذلك حينما يصل المشروع القانون إلى أدراج اللجنة المالية سيكون لنا القول الفصل في هذه المسألة. فقط المساس برواتب الموظفين أم أيضا الرئاسات الثلاث؟ قضية الرئاسات الثلاث التخفيضات لرواتبهم يمر في داخل مجلس النواب، باعتبار أنهم لابد أن يتحملوا أول من يتحمل التخفيضات الموجودة. لذلك تخفيضات الرئاسات الثلاثة باعتقادي سيمر. طيب، ارتفاع الأسعار بسبب رفع الدولار مقابل خفض الرواتب، هل تجدون هذه المعادلة صحيحة؟ وكيف سيتمكن المواطن من دفع الضرائب وأيضا مواجهة ارتفاع الأسعار في ظل خفض راتبه؟ حقيقة لابد أن ننظر إلى رؤية الحكومة. حقيقة مشروع قانون الموازنة تعتبر رؤية الحكومة للسياسة المالية. هذه من جانب آخر السلطة النقدية سلطة مستقلة لا سلطان عليها، لا يمكن التدخل في شؤون السلطة النقدية لأن سياسة النقد يضعها السلطة النقدية. قد يتم مناقشة هذا الموضوع مع السلطة النقدية، وتم حقيقة مناقشتها داخل اجتماع الكتل السياسية مع الرئاسات الثلاثة، ولم يتحدث أو لم يرفض أي من الكتل السياسية هذه القضية. لذلك العراق أمام من حذر أو أمام منعطف خطير. قد يكون هذه أحد العلاجات، لكن ليس بالضرورة أن يكون العلاج الوحيد. طبعا البرلمان العراقي يشهد الآن حراكا متسارعا، استضافة رئيس وزراء وأيضا استجواب وزير المالية وإقالة محافظ البنك المركزي. هناك تصريحات متضاربة بصراحة للنواب، وأود أن أستفسر منك أكثر ما حقيقة هذا التحرك، وهل هناك موعد معين لعقد الجلسة الاستثنائية؟ وإذا كان صحيح أن موضوع إقالة محافظ البنك المركزي، لماذا وحده يتحمل المسؤولية؟ الدعوة إلى إقالة محافظ البنك المركزي ليس بسبب تغيير سعر العملة، لأن العملة أساسا ليس ملكا للبنك المركزي، لأن العملة حقيقة أو الدولارات ملك لوزارة المالية. ما يتم الحديث عنه لاستجواب محافظ البنك هو إعادة تصنيف البنوك الموجودة لدى البنك المركزي. كان هناك تصنيف جديد أدى إلى بعض الشكوك، ومع استخدام معايير غير دقيقة في هذا التصنيف. لذلك تغيير سعر الدولار ليس السبب الأساسي لاستجواب محافظ البنك المركزي. هو استجواب لو إقالة؟ دائما بعد الاستجواب يأتي مرحلة الإقالة. سيدة الكريمة، ماذا عن وزير المالية؟
وزير المالية هناك أنباء تتحدث عن هذه القضية، بس هذا كان قبل هذه المسألة موجود. استجواب هناك طلب أحد النواب لاستجواب وزير المالية، وقد نوقش هذه القضية داخل مجلس النواب، لكن لم يحدد تاريخ الاستجواب باعتبار بعد عطلة رأس السنة سيستمع البرلمان ويكون هناك حديث مفصل عن هذه القضية. طيب، كان هناك حديث من قبل رئيس الوزراء أنه في حال لم تكن هناك موازنة 2021 سوف لن تكون هناك رواتب للموظفين. هل سيتم يعني التصويت على الموازنة في وقت قياسي، خصوصا أن نهاية السنة لم يبقى لها سوى أيام؟ هذا الكلام غير دقيق، بأنه لا يوجد رواتب إذا لم يكن هناك موازنة. كان هناك الرواتب في 2020 ولم يكن هناك موازنة. لدينا معالجة لهذه القضية باعتبار قانون الإدارة المالية هو الحكم والفيصل في هذه القضية. سيتم اللجوء إلى الموازنة الاثنا عشرية للمصروفات الفعلية للسنة السابقة. هذه أولا. ثانيا، يحتاج اللجنة المالية من 20 إلى شهر حتى يتم تمرير مشروع قانون الموازنة. انضم معنا عضو اللجنة المالية النيابية السيد أحمد الحاد، شكرا لك معنا.